انت لو عايز تشتغل اونلاين مهم جدا ان انت تتفرج على الكورس ده. انت شخص انت دلوقتي شغال هنقول في شركه بتعمل في الشهر مثلا 10000 جنيه. انت قدامك 3 حاجات ملهاش رابط. انت ممكن تكون عايز تزود بس الدخل بتاعك حاجه بسيطه، او عايز تعلي مستواك قوي وتروح من طبقه اجتماعيه لطبقه تانية وتعمل في الشهر 100000 جنيه. انت بقى عايز تعمل مليون جنيه بلس في الشهر. خلينا نتكلم هنا، انت عشان تزود دخلك من 10000 ل 15000 لازم يبقى عندك مهاره معينه عشان حد يجي يدفع لك فلوس عشان تعملها. طب المهارات الموجوده ايه؟ فيديو اديتنج او الجرافيكس. يعني ايه جرافيكس؟ الصور، تعرف تعدل على الصور، او مثلا كاستمر سيرفيس، او داتا انتري، تدخيل البيانات. كل الحاجات دي ممكن تعمل لك 5000 جنيه زياده، اللي هو بدل ما تكون بتقبض 10000 تقبض 100000. في حاجات كتير ممكن توصلك كده. الاي كوميرس. ليه التجاره الالكترونيه؟ هي تجاره زي اي تجاره، انت بتشتري منتج او بيبقى عندك اكسس على منتج معين، المنتج ده بتبيعه لحد وبتاخد فلوس. تتعلم الفيديو اديتنج، هتعمل كل الحاجات الموجوده هنا. بدل ما تاخد 5000 جنيه الموجوده هنا ممكن توصل ل $2000 في الشهر، اللي هو 100000 جنيه. هنا هتتعلم نفس الحاجات بس هتكون حاجات عايده عليك انت. في بقى حد تالت هنا، البرنس ده اللي هو مليون جنيه فيما فوق، ده غالبا مشي بالراوت ده او الطريق ده، بعد كده بقى عايز يعمل حاجه اسمها سيستم. يعني نفس الحاجه اللي هي بتتعمل هنا 1 و 2 و 3 هيعملها، بس هيوظف ناس. عشان يوظف ناس من الحته دي الموضوع صعب جدا، فبيروح يجيب ناس من الحته دي اللي هو بياخدوا مرتبات قليله. ناس هتيجي تقول لك مليون جنيه فيما فوق ده كتير جدا. تعال نحسبها كده، مليون جنيه يعني $20000 في الشهر. لو قسمتهم على 30 يوم يديك $666 في اليوم. لو انت بتبيع منتج المتوسط بتاعه $20، 33 اوردر. فانت لازم تبقى عارف انت بتتفرج عليا ليه وانت عايز ايه. هل انت طموحك كده؟ هل انت طموحك كده؟ هل انت طموحك كده؟